السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن واحد من أفضل أنواع التكييفات اللي موجودة في السوق، وهو تكييف شارب. هنتكلم معاكم عن مميزاته وهنتكلم برضو عن عيوبه، مش هنتكلم عن موديل معين، هنتكلم بشكل عام. فلو أول مرة تشوفنا ازاي تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة. احنا قناة مهتمة بوقت الأجهزة المنزلية، فلو حد عنده أي استفسار أو أي سؤال يقدر يتواصل معنا في التعليقات تحت أو من خلال رقمنا في صندوق الوصف من خلال الواتساب. فيلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. بي كوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بي كوين. شركة شارب إحدى شركات توشيبا العربي، زيها زي تورنيدو. طبعا تكييفاتها معروفة جدا ومشهورة جدا، بس برضو بيكون ليها مميزات كويسة عن باقي التكييفات وبرضو بيكون ليها عيوب. أول ميزة في تكييف شارب هي خاصية التربو كول. الميزة دي أو الخاصية دي بتبرد الأوضة في أسرع وقت ممكن، مش بياخد وقت طويل جدا عبال ما البرودة تنتشر في الغرفة أو في المكان عموما. في بعض الموديلات التانية لما بنيجي نشغل التكييف بياخد وقت طويل شوية عبال ما ينتشر البرودة في المكان، لكن في تكييف شارب في ثانية. تاني خاصية هي خاصية البلازما كلاستر. الخاصية دي بتعمل ايه؟ بتنقي الهواء من الأتربة والميكروبات، بتحس ان الهواء كده فريش. طبعا مش بتكون موجودة في كل الموديلات من شركة شارب. أهم ما يميز تكييف شارب هي الفلاتر عالية جدا لتنقية الهواء، وبتمنع دخول الأتربة داخل التكييف، مع كمان خاصية تنظيف ذاتي للفلتر. وطبعا الخاصية دي مش بتكون موجودة في أغلب التكييفات التانية. في ميزة برضو إن هو بيوزع الهواء في 6 اتجاهات ومش 4 زي التكييفات التانية. طبعا دي مش في كل موديلات شركة شارب، بتكون موجودة في الموديلات الحديثة. طبعا ده بيدينا توزيع قوي جدا. طبعا التوزيع لما يكون 6 اتجاهات غير لما يكون 4. التوزيع بيكون جيد جدا في جميع أنحاء الأوضة أو الريسبشن. جودة الخامات للوحدة الداخلية داخل التكييف مش بيكون تقيل، خاماته بتكون كويسة جدا، مقاومة للصدى والتآكل. ده بالنسبة للجسم الخارجي وبرضه للجسم الداخلي. فيها اوبشن التشغيل الهادئ، يعني لو هنشغلوه أثناء النوم فهو مش بيطلع صوت خالص. طبعا دي في الموديلات الجديدة مش الموديلات القديمة من شارب. برضه اوبشن التنبيه بشكل اوتوماتيكيا للتنظيف. تكييف شارب يعتبر واحد من أذكى الأجهزة موجودة في السوق. بيديك زي الارم كده ان هو عايز يتنضف. بتظهر فين؟ بتظهر على الشاشه ديجيتال جنب درجه الحراره، تنبيه كده لونه ازرق او لونه برتقاني في بعض التكييفات. اول ما يظهر الارم ده او اللون ده تعرف ان التكييف عايز يتنضف. دي كده كل مميزات تكييف شارب. نيجي بقى نتكلم معاكم عن العيوب. بس قبل ما نتكلم عن العيوب بتظهر جنبي في علامه الاي، كنت عامل حلقه قبل كده عن افضل 4 انواع تكييفات موجودين في السوق. لو حابين تاخدوا فكره ممكن تشوفوا الفيديو بعد ما تخلصوا الفيديو ده. خدوا برضو لفة كده في القناة هتلاقوا حاجات كتيرة جدا تفيدكم. أول عيب في تكييف شارب هو ارتفاع سعره، بل كمان يعتبر من أغلى أنواع التكييفات الموجودة في السوق، فده بيخلي الناس تفكر 1000 مرة قبل ما تشتريه. تاني عيب عدم توافر قطع الغيار، وكمان بتكون غالية. طبعا ده بالنسبة للتوكيل وبالنسبة للسوق الخارجي. في بعض التضارب في خدمة ما بعد البيع، بس لو هنقيموها هنديها تقييم متوسط. طبعا ده سبب البطء في التفاعل مع العملاء او مشاكل العملاء. وبعض الناس بتقول برضو ان خدمة ما بعد البيع كويسة جدا، بس المشكلة دي في معظم شركات الأجهزة مش في شارب بس او توشيبا العربي بس. طبعا بيكون في 1.5 حصان و2.25 حصان و3 حصان وكمان 4 حصان. بس مش هنتكلم معاكم عن الاسعار لان الاسعار كل يوم في حال، فلو حد حابب يسالنا عن الاسعار زي ما قلنا لكم في بدايه الحلقه من خلال التعليقات او من خلال رقمنا على الواتساب بنرد على طول. وبكده يكون خلصنا حلقتنا النهارده. تكون الحلقه عجبتكم وان شاء الله اشوفكم حاجه كتيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.